السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. اقسم بالله انا تعبت من الزمالك، انا تعبت. نادي الزمالك ده ومدربه ولاعيبته انا عايز ابعت لهم جيوش من حرف الخاء والحاء. بس الواحد الصايم مش عارف يعمل ايه. يعني احنا ولا في تكتيك ولا في روح ولا في هجمة منظمة ولا في دفاع قوي ولا في خط وسط ياخد الكرة التانية. طب احنا جايبين المدرب ده نعمل بيه ايه يعني؟ لا، وبقول لك ده محاضر دولي. يا عم روح كمل محاضراتك. احنا مش عايزين دكاترة ومهندسين هنا. لا، روح كمل محاضراتك يا اسطى. في اللي انت كنت بتدي، انت كنت بتدي المدربين ايه في المحاضرات دي؟ اذا كان احنا مش شايفين حاجة للعيبة هنا، تدي ايه للمدربين يعني؟ قول لي بس، عايز اعرف حاجة في هجمة انت عندك هنا؟ ولا بنعرف نعمل هجمة؟ ولا بنعرف نصد الدفاع يقطع كورة؟ ولا خط الوسط بيعرف ياخد الكرة التانية؟ ولا بيعرف يبدأ هجمة؟ احنا كل اللي احنا معتمدين عليه عبد الله السعيد او بنتايج في الناحية الشمال. غير كده من ساعة ما انت جيت مفيش اي حاجة. دفاع تلعب بتلاتة بيقطعوا كورة؟ لا، انفرادات علينا. اكتر فريق في الدوري بيروح عليه انفرادات. اكتر فريق في الدوري وفي الكاس بروح عليه كور على الجون والحراس بتصدها او بتطلع بره، ربنا بستر. غير الاهداف اللي بتدخل، احنا بيدخل مرمانا كل ماتش لا هدف لا اتنين، وساعات بيبقى اكتر كمان. فانت بتعمل ايه؟ خط الوسط يعني بيمسك الكوره وكده. مفيش مره مسكنا الكوره غير الهدف اللي جاب في الاهلي ده. وسبحان الله دي كانت ماشيه معاك مش عارف ازاي مع اللعيبه كده عشان اللعيبه بس. انما انت مفيش حاجه، مفيش الهجوم فيه. عايز جمله. احنا كل ركنيه علينا تبقى كانها ضربه جزاء. كل ركنيه على الزمالك بتبقى كانها ضربه جزاء. كل عرضيه كانها ضربه جزاء. النهارده دي الكوره الهدف بتاع الجونه، كرة تشتيتة من منطقة قدام منطقة جزاء بتاعت الجون. ده كل المنطقة دي يا جدع. بعدين فين الونش يا باشا؟ ده انت الليبرو بتاع التلات. احنا بنلعب بتلات. احمد حسام انت بتعمل ايه؟ انت شوف الجون قبل ليه. بس انا عايز العب ده جون يدخل في فريق كبير يعني. لا، لو انت المفروض يعني ان انت فريق كبير وان انت مدرب كبير، انت كبير سن بس، انما مفيش. انا مش عارف الناس اللي شايفه فيك حاجه شايفاها ازاي. واقسم بالله اي واحد بيبقى باين فيه حاجه كده بتبين ان هو هيجي منه او لا. انت مش باين لك اي حاجه. مفيش. لا انا تعبت الصراحه، اقسم بالله تعبت. ما احنا مش هندخل كل ماتش كده يعني. انت جايب جون تعادل بالحظ. وبعدين الونش اللي جاب الجون ده بس. انت يا ونش انت مش كل ماتش تلعب الكوره بتخبطها في ايدك. الكوره عدت ترفع لي ايدك؟ ايه يا اسطى انت؟ ده لاعب ولا لاعب على الارض؟ ولا عارف فيه سرعه ولا عارف تباصي؟ ده انت عاد بتاخد الكوره توصلها للي قدامك كده عشان تخاف تباصي. وبعدين ما حدش يقول لي والنبي ان الراجل قدم كتير ومش عارف ايه. احنا كنا مستحملينه قبل كده لغايه لما جاب مستوى. كان مستوى رائع وكان احسن مدافع في افريقيا داخل افريقيا. بس بعد كده رجع الاصابات، وبعد الاصابات ما احنا مش هنستحمله الاول ونستحمله في الاخر. وهو في الوسط دي كان باخد حقه، مش كان بيتجب علينا يعني. كان باخد عقده كامل يعني، مش كان بيسيب ربع مثلا. فلو نصيحة لله كده، بيصيروا نشوف مدرب غيره. بيصيروا نشوف مدرب غيره. اقسم بالله هتبقى فرصة عمرين. بيصيروا انا بتحدى اي واحد، الزمالك مش هياخد اي بطولة ببيصيروا.